هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده سفرتنا نصها جاهز او نقول ربعها جاهز والباقي كان شغل ايديا. النهارده زي ما انتم شايفين هناكل سمك مشوي، وبما اننا بورسعيديه اصيله سمك مشوي يعني لازم يكون جنبه سلطه بابا غنوج حرش كده تفتح النفس، وشويه رز بالصياديه ما اقولكمش عليه. تعالوا بينا نصلي على الرسول ونسمي الله ونبدا. عندي فوق شوية بصل كده مفرومين ناعمين بس شوية زيادة، صيادية يعني بصل حلو، يعني كمية مش واحدة كده ولا 2 صغيرين، لا، على قد كمية الرز عندك لازم تزودي شوية عليهم البصل. دول كانوا تقريبا 4 بصلات. نزلت في شوية زيت حلوين، لا سمنة ولا زبدة، رز صيادية سمك يعني زيت. تفضلي كده تقلبي في البصل شوية بشوية لغاية ما يدبل، وطبعا اللي بيساعدوا على كده رشة الملح الحلوة اللي انت بتنزليها. وبعد كده اول ما البصل بقى لونه بني نزلت برشة كزبرة ورشة كمون وشوية فلفل اسود. ابدأي بقى ظبطي الملح بتاعك، بس قبل ما تحطي الرز لازم نطفي البصل ده بمية مغلية. ايوه، خلي البصل ياخد ويدي كده مع المية وطعمه ونكهته تطلع. شايفين اللون بقى حلو ازاي؟ انا هنا لا استخدمت عسل اسود ولا حطيت سكر عشان البصل يتكرمل ولا اي حاجة. شايفين اللون؟ البصل ما اتحرقش، هو لونه كده. رز الصيادية بتاعنا لازم يبقى غامق وحلو كده. طبعا ظبطت الملح دلوقتي تقلبتين كده حلوين. افضلي طولي بالك عليه لان رز الصياديه انتوا عارفين مادام رز وماده دهنيه يبقى الرز بتاعنا لازم يكون مستوي حلو. شويه شويه لغايه ما الرز دخل بيته زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الرز مفلفل معجنش مني ولا حاجه. وخلاص حطيته عين الصغيره واقول له بقى استوي على مهلك. سلطه بابا غنوج يعني بتنجان. طيب هتشويه في الفرن يا مرمر؟ لا، انا عندي البوك بتاعه الكريب دي حطيتها على اكبر عين عندي على البوتاجاز، وقعدت انغص كده البتنجان بالسكينه شويه شويه لغايه ما اتشوى كويس قوي وبقى طعمه حلو جدا ومستوي. طولي بالك في الخطوه دي، ما تستعجليش عليه. افضلي كده قلبي فيه يمين وشمال وفوق وتحت لغايه ما يستوي. انا هنا حبيت احط كمان معاه تومه عشان تتشوي. واول ما البتنجان كله استوى اسهل حاجه ليك عشان تعرفي تقشريه لازم تغطيه يا اما بكلينج فيل يا اما بورقه فويل، او لو عندك غطا بايوركس حطيه، لو عندك غطا بلاستيك حطيه، عشان البخار اللي فيه هيساعد ان القشر بتاعه يتقشر بسهوله كده زي ما انتوا شايفين، وتشيليه من غير بقى ولا ميه ولا تحطيه تحت ميه بارده ولا اي حاجه خالص. دي غلبتني شويه في التقشير فانا اخدت لكم التانية هتلاقوها سهله جدا. ايوه شوف شلتها ازاي بمنتهى البساطه. طبعا شويه الميه اللي نزلوا منها دي انا مش هرميهم، هستخدمها في السلطه بتاعتي يبقى فيها نكهه الشوي، واصلا دي ميه البتنجان. شايفين بقى بيوريه معايا ازاي؟ قرنين الفلفل بقى اللي حمصتهم مع الثوم. شايفين الثوم بقى زي الزبده كاني بالظبط حاطاه في الفرن. شايفين بقى بيتقشر بمنتهى البساطه، وطعم الشوي بقى فيه طري جدا جدا. لا فرمت بقى لا في كبه ولا عملت اي حاجه. نزلت بعد كده في الكبه بالتوابل هنزلها لكم في الكابشن، هي كمون وشويه ملح وشويه خل وليمون وشويه شطه لو عندك وشويه طحينه. بعد ما ضربتهم كده في الكبه قلبي كل ده مع بعضه وبس كده. السلطه بتاعتنا خلصت والرز بتاعنا استوى. ظبطنا ملحنا وظبطنا باقي السلطات، الطماطم على البتنجان، شويه مخلل، لو عندك سلطه خضراء اعملي. طبعا السمك انا شويته بره البيت، ما كنتش عاملاه في البيت، جبته جاهز من بره. ده كان بولتي مشوي، طعمه كان حلو قوي قوي. ان شاء الله مره هعمله قدامكم المشوي، ونعمل كمان مقلي، وهنعمل كمان طواجن سي فود. الشتاء بدأ بقى واكلاته الحلوه والسمك شويه شويه وهيبطرخ. لو بتتفرجوا لغايه دلوقتي على اليوتيوب بحبكم قوي قوي قوي، يا ريت نعمل سبسكرايب وكومنت حلو ولايك وشير. لو بتشوفوني على الفيسبوك لايك وكومنت وفولو. تيك توك وانستجرام ما تنسوهمش. بحبكم جدا جدا جدا. اسيبكم في امان الله. باي باي.